مساء الخير. لو ما تعرفش ان ولادة الزرافة دي شيء مذهل جدا ومليانة حكمة وعناية إلهية، فانا عايزك تتفرج على الفيديو ده وتيجي تشوف الجمال ده معايا. انت تعرف ان المسافة اللي بين الارض وبداية ديل الزرافة حوالي 2 متر بالظبط، يعني تقريبا اطول منك ويمكن كمان بارتفاع دور منزل كامل. فازاي وليه الزرافة بتولد جنينها وهي واقفة؟ هو مش خطر على جنين هش وطري لسه في اول ايامه يقع من ارتفاع 2 متر على ارض صلبة وهو لسه بيتولد؟ طب ليه ما بتولدش وهي نايمة زي ثدييات كتير موجودة في الطبيعة؟ حقيقة بقى انها لو ما ولدتش وهي واقفة الطفل بتاعها مش هيعيش. كده تستغرب اكتر. لا يا سيدي، مش استغراب ولا حاجة، ان باقي الثدييات قصيرة، فبعد الولادة مباشرة بيقدروا يوطوا بنفسهم ويقطعوا الحبل السري ويقطعوا الكيس اللي بيبقى فيه الجنين ويلحسوا فيه ويزقوه براسهم لغاية ما يبتدي ياخد أنفاسه الأولى ويتحرك. بس للأسف بالنسبة للزرافة الموضوع ده هيبقى صعب شوية عليها نظرا لطولها اللي بيتجاوز ال5 متر. فازاي هتقطع الحبل السري وتطلع جنينها من الكيس اللي مليان ميه ده وهي بطول 5 متر؟ الحل بقى انها هتسيبه يقع زي البالونه المليانه ميه. لما الجنين بيقع من ارتفاع المترين ده الحبل السري بيتقطع وكأنك شديت حبل جامد وبسرعة، والصدمة مع الأرض بيمتصها الكيس اللي فيه الجنين وبيتقطع هو كمان. ووظيفة الكيس هنا إنه يخفف قوة اصطدام الجنين بالأرض، ووظيفة الأرض إنها تحرر الجنين من الكيس. الصدمة البسيطة دي بالأرض بتخلي الجنين غصب عنه يتفاجئ لأنها جديدة عليه، فبيتنفس ويفتح مجراه الهوائي بنفسه، وكمان بيوعى للحياة الجديدة عشان يقوم يتحرك. وكل ده بيحصل لوحده بدون أي تدخل من حد، في حين إنه لو حصل مع أي كائن تاني ممكن الجنين يموت في لحظتها، لكن هنا كل فعل متفصل بالملي لمصلحة الجنين ولمصلحة الأم. حاجة عظمة جدا، فسبحان الله.